السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا الغاليين، طلاب أولى ثانوي في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جينا لك يا صديقي بالتقييم الأسبوعي رقم 9 عشان بإذن الله برضو نحله مع بعض وتضمن درجته معانا وتكتب الإجابات اللي احنا هنكتبها ديت في الكشكول وتبدأ إن أنت تسلمه في المدرسة وتضمن درجة الأسبوع رقم 9. حلنا مع بعض 8 تقييمات، يلا بينا نخش على التقييم التاسع. بسم الله. أول سؤال في الأدوات المنزلية بيقول لي إيه؟ ليست الفلسفة مجموعة نظريات، بل هي ممارسات أو ممارسة حية توقظ الفرد من سباته. جميل جدا. من سبات عميق تدفعه إلى تبني صحوة نقدية أعمق. يجسد ما سبق أحد أهمية الفلسفة للإنسان باعتبارها إيه؟ بص في السؤال بيقول لي توقظ الفرد من سباته. في الملزمة بتاعتنا اللي احنا شرحنا منها أهمية الفلسفة للإنسان مكتوب لك كده بالظبط عند تنمية الوعي الفردي إن الفلسفة توقظ الفرد من سباته بالنص. يعني حضرتك لو مذاكر من الملزمة بتاعتنا هتعرف إن الإجابة دعوة إلى الوعي الفردي وتعقل الحياة. ليه؟ عشان بيقول لي توقظ الفرد من سباته. الفلسفة عايزاك، مش عايزاك نايم، عايزاك بتفكر في كل حاجة. الفلسفة عايزاك واعي. خلاص؟ جميل جدا. تعال نخش على السؤال اللي بعده. تسعى فلسفة الدين إلى فهم أعمق لطبيعة المعتقد الديني باستخدام التحليل الفلسفي العقلاني. بيقول لي ناقش. حلو. أنت عارف إن ده برضه من أهمية الفلسفة للإنسان هي تدعيم الإيمان والثقة بقدرة الله. وكان عندنا نوعين من الجوانب الدينية، كان عندي جانب ديني موروث وجانب عقلاني. الموروث ده اللي حضرتك مولود بيه، يعني حضرتك اتولدت مسلم بقيت مسلم، حضرتك اتولدت مسيحي بقيت مسيحي. الجانب العقلاني بقى ده اللي بيخليك تآمن فعلا بعقيدتك عن طريق الأدلة العقلية. خلاص؟ مش مجرد الانحياز وخلاص. هنا بيقول لي التحليل الفلسفي العقلاني يبقى بيكلمني عن الجانب العقلي. تعال نكتب كده إجابة جميلة. نكتب كده تشير العبارة إلى إحدى أهميات الفلسفة للإنسان وهي تدعيم الإيمان والثقة بقدرة الله عن طريق الأدلة العقلية والبراهين فقط. خلاص؟ إجابة جميلة جدا، أتمنى أن أنت تكون كتبتها. تعال عند الأداء المنزلي في المنطق. كل من لا يقدر قيمة الفن الجيد فاسد الذوق. لسه بقرأ السؤال لقيت لك واحد راح عامل لي كده هوبا جدع يابا، جدع ده اللي اخترت كلية سالبة. امسك امسك، أحلى مسا عليك، أحلى صفر عليك يا عم. ايه ده؟ ليه يا مستر صفر؟ ده في كلمة لا وبعدها فعل، يعني في كلمة لا وبعدها فعل، وحضرتك يا مستر قلت لي إن كلمة لا لو جه بعدها فعل تبقى كلية سالبة. ليه بقى هنا غلط؟ تعال هقول لك. نمسح بس الإجابة العبيطة اللي أنت اخترتها دي. بص، تعال نفند السؤال. خلاص؟ طيب. كل من لا يقدر قيمة الفن ماله؟ جاي فاسد الذوق. خلاص؟ طيب، تعال نشوف فين الموضوع وتعال نشوف فين المحمول. خلاص؟ انت عارف ان المحمول الموضوع ده المبتدا والمحمول الخبر. خلاص؟ والخبر بسأل عنه بماله. خلاص؟ كل من لا يقدر قيمة الفن الجيد ماله؟ فاسد الذوق. يبقى فاسد الذوق دي هي المحمول. خلاص؟ وده الموضوع بتاعي. خلاص؟ ده الموضوع وده المحمول. جميل جدا. كده انا عرفت الموضوع وعرفت المحمول. تعال بقى نشوف كلمة لا جت فين. هل جت ما بين الموضوع والمحمول ولا جت لوحدها؟ تعال نشوف. كل من لا يقدر الفن الجيد، كل من لا يقدر قيمة الفن الجيد. ايه ده يا مستر؟ دي ما جاتش فصلت بين الموضوع والمحمول، دي جت من ضمن الموضوع. خلاص، يبقى كده يا باشا لا ما تقومش بعملها. كده لا مش أداة سلب. شفت؟ تعرف لو لا جت هنا تبقى أداة سلب. طب إنما هي أصلا ما جاتش في النص، دي جت في الموضوع، تبقى باشا دي خلاص ملهاش علاقه. كل من لا يقدر قيمه الفن الجيد ماله؟ فاسد الذوق. انا بثبت صفه فساد الذوق
لكل واحد ما عندوش قيمه للفن الجيد، كل واحد ما يقدرش الفن الجيد انا بثبت له صفه فساد الذوق. طالما يا مستر هتثبت الصفه يبقى حضرتك بتكلمني عن قضيه موجبه. وليه كليه؟ عشان بقول لك كل. شفت السؤال؟ جميل جدا. تعال نخش على السؤال اللي بعده. كل متعصب اعمى برغم ابصاره. واحده واحده وتعالى نفند السؤال. كل متعصب، انا كده بتكلم عن شويه ولا كلهم؟ قال لا يا كبير انت بتكلمني عن كلهم، تبقى كليه. جميل جدا. ايه تاني؟ كل متعصب ماله؟ اعمى برغم ابصاره. انا بثبت له صفه العميان ولا بنفيها؟ قال لا يا كبير انت بتثبتها. طالما هثبتها يبقى قضيه كليه موجبه. جميل جدا. استخلص الحد او الحدود المستغرقه وغير المستغرقه في القضيه السابقه. يا لهوي يا جدعان، ده انا مستر كريم كان قايل لي الزتونه بتاعت الاستغراق. عارف انت ايه الزتونه دي؟ ان اي حد كلي مستغرق، اي موضوع كلي مستغرق، انما اي محمول سالب مستغرق. يبقى يا مستر حضرتك بتكلمني في الاستغراق على كليات وسوالب بس، كليات وسوالب. الاستغراق كليات وسوالب. تعالى هنا بيقول لي فين المستغرق وفين الغير مستغرق. عيني، كليات وسوالب دي كليه يبقى دي مستغرقه. سوالب ايه ده؟ دي موجبه هتبقى مش مستغرقه. يبقى هنا الحد المستغرق اهو، الحد المستغرق هي كل متعصب. ليه؟ عشان كلية. خلاص؟ الحد الغير مستغرق هي أعمى برغم إبصاره. ليه؟ ليه غير مستغرقة؟ عشان موجبة، وأنا الاستغراق عارف إن هو بيكلمني عن كليات وسوالب بس. جميل جدا يا كبير. تعالى بقى نخش على التقييم الأسبوعي المجموعة الأولى. سمي بسم الله. تعال. فلسفة الدين تؤكد الأسس والمفاهيم التي تطرحها العقائد بحجج سليمة. جميل جدا. عايز ايه بقى؟ بيقول لي يوصف ما سبق الفلسفة باعتبارها سعي لتأكيد الإيمان بالله. على أساس إيه؟ الفلسفة عايزاك تآمن بربنا، مش كده، مش عشوائي، لا، عن اقتناع. وعن اقتناع ايه كمان؟ اقتناع عقلي. لازم انت تكون مقتنع من عقلك ان فعلا ربنا موجود. خلاص؟ تعال نشوف الاختيارات. الاقتناع العقلي ولا الاتباع الاعمى ولا التسليم الموروث ولا اليقين المسبق؟ اتباع الاعمى؟ ايه ده؟ ايه الكلام العبيط ده؟ انا الفلسفه مش عايزاني اعمى، الفلسفه مش عايزاني اعمى. اليقين المسبق، ما اليقين المسبق هي التسليم الموروث، يعني انت حضرتك مولود بيها، يبقى هي الاقتناع العقلي ادق اجابه. تزيد الفلسفه من النضج العقلي للفرد وتعمل على تنميه تفكيره. ناقش. انت عارف ان اهميه الفلسفه للانسان الارتقاء بالمستوى العقلي للفرد وحل المشكلات. حلو. هنا بيقول ليه؟ تزيد الفلسفه من النضج العقلي. الفلسفه هتزود لك نضجك العقلي، يبقى هنا هترتقي بمستواك العقلي. خلاص؟ اكتب كده. تشير العباره الى احدى اهميات الفلسفه للإنسان، وهي الارتقاء بالمستوى العقلي. خلاص؟ وحل مشكلات الفرد. جميل جدا جدا جدا. تعالى يا باشا نخش على مجموعة المنطق. بعض الأغنياء ليسوا سعداء. شويه من الناس الغنيه مش سعداء. بعض يا كبير، انت بتقول لي بعض يبقى جزئيه. جميل جدا. جزئيه ايه اهو؟ الاغنياء ليسوا سعداء. ايه ده؟ في ليس اللي هي من ادوات السلب تبقى سالبه. جزئيه سالبه. تعال بقى نشوف السؤال عايز ايه. يدل المثال السابق على قضيه ايه؟ حلو. مستغرقه. ايه ده؟ ده بيكلمنا عن الاستغراق. بيكلمنا عن الاستغراق. انت عارف ان الاستغراق كليات وسوالب، كليات وسوالب. هنا الموضوع ده الموضوع غير مستغرق. خلاص؟ انما هنا المحمول مستغرق عشان هو سالب. عشان هو ايه؟ سالب. خلاص؟ مستغرقة المحمول ولا مستغرقة الموضوع والمحمول ولا غير مستغرقة الموضوع والمحمول ولا مستغرقة الموضوع فقط؟ لا، ده انا عندي هنا دي سالبة وده المحمول، يبقى فعلا
مستغرقه للمحمول. جميل جدا. اعطي مثال من عندك على قضيه مستغرقه حديها. عايزين الاثنين مستغرقين، يعني عايزين الاثنين يبقى كلي وسالب. يعني انت عايز مثال على قضيه كليه سالبه، اكتب له كده يا باشا اهو مثال. مثلا كل الطلاب ليسوا مهملين. خد مثال تاني يا سيدي، بدل المثال 2 اكتب مثلا كده 100% من الطلاب ليسوا مهملين. خلاص، جميل جدا يا كبير. تعال نخش على المجموعة اللي بعدها. من أقوال ألبرت إشفتر أن الفلسفة تقود الإنسانية لأنها من داخلها تفلسف عن الإنسان والمجتمع والإنسانية والحضارة. بيقول لك إن الفلسفة بتقودك خلاص عشان تفكر في المجتمع والإنسانية والحضارة. من الآخر الفلسفة عايزاك واحد مش أعمى، الفلسفة عايزاك واعي عشان تكشف عن أو تفهم الإنسانية وتفهم الحضارة وتفهم المجتمع. خلاص، نستخلص من المقولة السابقة أهمية الفلسفة في إيه بقى؟ إثارة الوعي الكاشف عن مضامين الحياة. إيه ده؟ هي الفلسفة عايزاني واعي عشان أتفلسف وأكشف عن مضامين الحياة اللي هي المجتمع والإنسانية والحضارة؟ يبقى هي دي الإجابة. خلاص؟ الاستغراق في النظر العقلي المجرد هي تنفع، بس الإجابة دي ما تنفعش للسؤال. الإجابة دي ما تنفعش للسؤال ده. خلاص؟ الدعوة إلى الاستكانة، الفلسفة عايز، والثبات الفكري. إيه ده؟ الفلسفة عايزاك ثابت فكريا وعندك جمود فكري. يعني الفلسفة عايزاك ما تفكرش، لا، الفلسفة عايزانا نفكر. قبول الجوانب الحياتية على علتها، يعني تقبل الحاجة زي ما هي، لا، الفلسفة مش عايزاني كده. خلاص؟ يبقى الإجابة ألف. تسعى الفلسفة إلى تأكيد الإيمان والثقة بقدرة الله من خلال حجج عقلية. حلل العبارة. تعالى هنكتب إجابة جميلة جدا جدا كتبناها فوق. خلاص؟ تشير العبارة خلاص إلى تدعيم الإيمان بالله والثقة بقدرته عن طريق الجوانب العقلية البرهانية فقط. خلاص؟ دون الانحياز إلى دين معين. خلاص؟ طبعا الخط ضيق، فايه اكتب الإجابة دي ورانا، دون الانحياز إلى دين معين. خلاص؟ جميل جدا يا كبير. كل من الناس يعتقدون في الخرافات. كل من الناس مالهم؟ يعتقدون في الخرافات. كل، يعني انا بتكلم على شويه قليلين، طالما بتكلم عن شويه قليلين يبقى جزئيه. جميل جدا. يعتقدون في الخرافات. هل انا بثبت صفه الاعتقاد بالخرافات ولا بنفيها؟ قال لا يا كبير انت بتثبتها. طالما بثبتها يبقى انا جزئيه موجبه. خلاص؟ بيكلمني برضه عن الاستغراق. هي الاستغراق انت عارف ان هو كليات وسوالب. كليات وسوالب. هل دي كليه؟ لا، يبقى مش مستغرقه الموضوع. هل دي سالبه؟ لا، يبقى مش مستغرقه المحمول. يبقى لا مستغرقه موضوع ولا مستغرقه محمول. مستغرقه المحمول لا، مستغرقه الموضوع لا، مستغرقه طرفيها لا، غير مستغرقه لطرفيها. انت عارف ان الاستغراق كليات وسوالب بس. الاستغراق كليات وسوالب بس. من القضايا ما يفيد، يا لهو على ده سؤال، ركز ركز ركز. من القضايا ما يفيد فصل كل افراد الموضوع عن المحمول. ما يفيد فصل، كلمة فصل دي يعني سالب. فصل يعني سالب. خلاص؟ كل أفراد الموضوع يعني كلية. يعني لو أنت من الآخر بتكلمنا عن قضية كلية سالبة. خلاص؟ عايزك تفند السؤال بالله عليك وتحل برواقة عشان ما تغلطش. خلاص؟ ده اللي بمثال. عايز مثال على قضية كلية سالبة من عيني. من عيني يا ابن عمي. أحلى مثال عليك. عايز قضية كلية سالبة؟ أقول لك يا باشا كده كل الطلاب ليسوا مهملين. انا بتعمد اكتب المثال ده دايما عشان تحس على دمك ياض وما تبقاش مهمل. ما تبقاش مهمل. كل الطلاب مش مهمله، ما تبقاش مهمل انت بقى. خلاص؟ طيب ماشي. لقيت لك واحد راح عامل لي كده كل الطلاب غير مهملين. دي سالبه؟ دي سالبه؟ كل الطلاب غير مهملين؟
جدع انا اللي قلت لا. انت عارف قاعده غير، قاعده غير ما بتسلبش قضايا، قاعده غير ما بتسلبش قضايا. اتفرج عليها في المراجعه، اتفرج عليها في المراجعه، هتنزل لك يوم الخميس مراجعه على الرايق، مراجعه على الرايق. هنقول لك شويه ملحوظات مهمه وهنشرح لك بالتفصيل وهنحل معاك كمان امتحان. خلاص؟ طيب يعني من الاخر مراجعه الشهر هتثبتك على الارض او هتوقفك على الارض صلبه. تعال عند تقييم المجموعه الثالثه والاخيره. تسعى الفلسفه الى تزويد الفرد بادوات التحليل المنطقي التي تساعده في الخروج من قفص الافكار المفروضه عليه من المجتمع المحيط به والتفكير بشكل مستقل. الفلسفه عايزاك ما تمشيش ورا المجتمع، عايزاك تبقى انت تفكيرك تفكير مستقل، تفكير نابع منك انت بس. يعني ما يبقاش المجتمع بيعمل حاجه غلط وانت بتعملها عشان المجتمع بيعملها. خلاص؟ خلي تفكيرك مستقل. يجسد ذلك اهميه الفلسفه للانسان باعتبارها ايه؟ اثاره وتعميق الوعي الفردي للانسان. الفلسفه عايزه عندي وعي، الفلسفه عايزه عندي ايه؟ وعي. طبعا هتلاقي نفس الاختيارات دي شرحناها فوق، طبعا دول ما ينفعوش. تعمل الفلسفه على تاكيد الايمان على اسس برهانيه عقليه، الاسئله عماله تتكرر. حلل باسلوبك العباره السابقه في ضوء دراستك لاهميه الفلسفه للانسان. اكتب يا باشا: تشير العباره الى اهميه الفلسفه للانسان وهي تأكيد الإيمان، تأكيد وتدعيم الإيمان بالله والثقة بقدرته عن طريق الأدلة العقلية بعيدا عن الانحياز إلى دين معين. جميل جدا. بعض مظاهر حفلات التخرج مبالغ فيها. خلاص؟ بعض، طالما بيقول لك بعض اهو يبقى انت يا باشا جزئيه. جميل جدا. بعض مظاهر حفلات التخرج مالها؟ مبالغ فيها. انا بثبت صفه ان حفلات التخرج فعلا مبالغ فيها، انا بثبت صفه المبالغه. طالما هثبت الصفه يبقى انت يا باشا جزئيه موجبه. يدل المثال السابق على قضيه ايه؟ بيكلمني برضه على الاستغراق، وانا عارف ومستر كريم قال لي ان الاستغراق كليات وسوالب، الاستغراق كليات وسوالب. هل دي كليه؟ لا يا باشا دي جزئيه، يبقى مش مستغرقه الموضوع. هل دي سالبه؟ لا يا كبير دي موجبه، يبقى مش مستغرقه المحمول. خلاص؟ يبقى مش مستغرقه الاثنين. مستغرقه المحمول لا، غير مستغرقه لطرفيها عشان مش كليه سالبه، دي جزئيه موجبه. من القضايا ما يفيد، يا لهوي على سؤال، ركز يا ركز ركز ركز. من القضايا ما يفيد عدم شمول يعني حد غير مستغرق، يعني غير مستغرق. خلاص؟ عدم شمول يعني غير مستغرق الحكم لكل افراد الموضوع والمحمول معا. يعني هو بيقول لك ان الموضوع والمحمول معا مش مستغرقين، مش مالهم؟ مش مستغرقين. طب ما انا عارف ان الاستغراق ده يا اما كليه يا اما سالب، الاستغراق يا كليه يا سالب. هو بيقول لي لا ده مستغرق ولا ده مستغرق، يبقى عكسهم. يبقى انت كده يا كبير بتكلمني عن جزئيه موجبه، يبقى السؤال هنا بيكلمني عن قضيه جزئيه موجبه. امسح بقى ده كده عشان نكتب له اجابه حلوه. بيقول لي دلل بمثال، عايز مثال على القضيه الجزئيه الموجبه من عيني. مثال اهو، ممكن نقول مثلا بعض الطلاب متفوقين. خلاص؟ ممكن اقول مثلا جزء من الطلاب متفوقين. خلاص يا كبير؟ ده كده بالنسبه للتقييم الاسبوعي التاسع. اتمنى ان احنا ما كناش طولنا عليك، وفي تلك اللحظات السعيده قضي الامر الذي فيه تستفتيان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. استنانا فيديوهات تانيه كتيره، استنانا في مراجعه شهر نوفمبر يوم الخميس الجاي، مراجعه تليق بيك وتليق بينا. سلام.